السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. إن شاء الله سنة 2021 إن شاء الله تبقى سنة سعيدة على الكل، وربنا يرفع عنا الوباء والبلاء بإذن الله. وإن شاء الله أي حد نفسه في أي حاجة ربنا يحققها له إن شاء الله، وربنا يحفظ جميع أولادنا ويحفظ الأمة الإسلامية والعربية جميعا يا رب من أي شر. بإذن الله كل سنة وانتم حضراتكم طيبين. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هعمل الحلبسة أو حمص الشام، طبعا مشروب مشهور عندنا أوي في مصر. هو من الحمص بتاع الشام ده بتاع الشرب، بنعمله غير الحمص طبعا الطبيخ وغير الحمص اللي هو بتاع الأكل. فإن شاء الله النهاردة هعملها لكم بطريقة طبعا كلنا عارفينها وجميلة جدا، طعمه جميل جدا جدا جدا. طبعا بناكله اهو بالمعلقه، بناكل الحمص بتاعه بالمعلقه كده وبنشرب الميه، بتبقى جميله جدا. وزي ما قلت طبعا هتشوفوا الطريقه ان شاء الله. اللي عاوز بيزود شطه بيزود، بيبقى جميل قوي بالشطه. فان شاء الله النهارده هنعمل الطريقه معاكم، واتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ولو عجبتكم باذن الله ما تنسونيش في اللايك، وطبعا اتمنى طبعا حضراتكم تشتركوا عندي. يلا بقى نشوف عملنا حمص الشام ده ازاي. دلوقتي بقى هنشوف مقادير حمص الشام او الحلبسة زي ما بنقول عليها في مصر. مقاديرها بسيطة جدا خالص وموجودة عندنا في اي بيت. طبعا هي اساسها طبعا الحمص. اهو عندي ده حمص اسمه حمص الشام. ده يعني غير حمص الطبيخ وغير حمص اللي بنجيبه من المحمصة اللي بيتاكل كده. ده الحمص ده بقى ان شاء الله جبته، هنجيبه نغسله كويس، وبعد كده ننقعه في ميه سخنه لمده ساعتين قبل ما نستعمله. اهو شكله كده. طبعا زمان كان الحمص كان بيطول خالص، يعني بياخد فتره طويله تقعدي تنقعي فيه. بس دلوقتي ده بقى سريع، يعني بيستوي بسرعه. تنقعيه بس مده ساعتين قبل ما تشتغلي، وبعد كده بتشتغلي فيه عادي. اهو ده انا بعد دي حوالي كوبايه اهو، بعد ما نقعتها حوالي ساعتين بقى بالمنظر ده. شطفته كويس بعد ما نقعته في الميه السخنه ساعتين، شطفته وصفيته. معايا هنا جزرايه متوسطه، ومعايا حوالي، لو عندك، انا عندي بس عشان البصل صغير دي بصلتين صغيرين، ممكن دي بصله متوسطه. وعندي كام فص ثوم، وعندي هنا البهارات بتاعتي الملح وكمون وشطه حمراء. طبعا اهم حاجه في الحلبسه دي الكمون، بيبقى شيء اساسي. وطبعا الكمون مفيد جدا يا جماعه خالص، ليه فوائد كتيره خالص. وعندي هنا بس كوبايه عصير طماطم، كوبايه بس مش محتاجه اكتر من كده. لو عندك صلصه ممكن تحطي معلقه صلصه بس. طبعا كوبايه الطماطم دي مركزه، وطبعا يا دوبك خلطاها في شويه ميه صغيرين ومصفياها، يعني شايله منها القشر. دلوقتي بقى هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا ان شاء الله باذن الله همسك البصل، هبشره بشر ناعم بالمبشره العاديه، مش هحطه في الكبه، بالمبشره اهي. بالمبشره دي هبشر بيها البصل، وهبشر الثوم، وهبشر الجزر. مش عايزاهم، يعني مش عايزه اعملهم في الكبه، لا هبشرهم بشر عشان يبقوا ناعمين خالص. ممكن في ناس بتحب ان هي تحط الحاجات دي كلها صحيحه في الميه مع الحمص، لكن انا بصراحه عشان عندي اطفال بصراحه ممكن في اللي محبش مثلا البصل ومحبش الثوم يبقى باين، فانا هبشره مش هيبقى باين قوي وهيديني طعم حلو خالص. والجزر نفس الحكايه، الجزر دي انا ضيفاها من عندي برضو. الجزر كتير الايام دي متوفر خالص، فعشان اديله قيمه غذائيه اكتر فانا هحط معاه جزر. طبعا عشان الجزر كمان بيطول في السوا هبشره بشر. كله ده هبشره بالمبشره، مش هحطه في الكب. هبشر البصل والجزر والثوم وارجع لكم تاني. كده بقى انا جهزت حاجتي. طبعا اهو بشرت الجزر. عايزه اقول لكم انا بشرته في ناحيه المبشره، الناحيه الناعمه خالص، عشان عايزاه ناعم خالص. اهو بشرت الجزر وبشرت البصله وبشرت شويه الثوم. ونسيت اقول لكم على حاجه اساسيه، طبعا الليمون معانا ده حاجه اساسيه في الحلبسه او في حمص الشام اللي عندنا، دي حاجه اساسيه. هنا طبعا عندي ميه مغليه اهي، حطيت فيها الحمص اللي انا زي ما قلت لكم غسلته كويس ونقعته في ميه سخنه لمده ساعتين، وبعد كده شطفته تاني. كده انا عندي هنا ميه سخنه، هنزل بميه سخنه كده في حله عاديه كده، وهنزل بقى بكل المكونات بتاعتي: البصل والثوم، كل حاجه طبعا فرمتها ناعم، والجزر
وبقى الملح والكمون بتاعي اهو. وعايزه اقول لكم بقى الشطه دي بقى انا هفركها كده، ما تكتريش لو عندك اطفال، هي طبعا بتبقى شطشطه جدا، يعني اهم حاجه اساسيه فيها الشطه. ناس بتحب كتير قوي الشطه، بس انا عشان عندي اطفال مش هكتر الشطه. وهسيبها طبعا، احط عليها برضو لسه الطماطم. عندك عصير طماطم تمام، قصدي صلصه تمام، ما عندكيش يبقى كوبايه عصير طماطم. وبسيب ده كله بيستوي مع بعض. بس طبعا هاجي قبل السوا مثلا بشويه كده هبقى ضايفه ايه الليمون عليه، اعصر عليه ليمون. طبعا دي وجبه ما شاء الله حلوه جميله جدا في الشتاء، طبعا كلها طبعا البصل والثوم والحمص والكمون، ده كله حاجات يعني مفيدة جدا في الشتاء وبتدفينا طبعا. يعني دي عندنا حاجة أساسية، الناس كتير أوي بتحبها بناكلها. بنعمل سواء بنعملها في البيت أو في بياعين مخصوص ليها طبعا بنشتريها من بره. حمص الشام أو حلبسة زي ما بنقول عليها عندنا في مصر، كتير أوي بيحبها وبيحب يكتر فيها الشطة جدا يعني. فأنا هو كده هسيبها يا دوبك بس لغايه ما الحمص بتاعي يستوي. وقبل ما يستوي كده بشويه فبروح عصر عليه الليمون، كميه ليمون اللي انت عاوزاها طبعا. برضو بشوف الملح تاني وبظبطه، لو لقيتي ملح ناقص بتحطيه. فهنسيبه بقى لغايه ما يستوي ده كله مع بعض. وطبعا لو نقصت الميه والحمص لسه ما استواش طبعا بزود الميه عادي. هنخليه يستوي وبعد كده نرجع تاني. وحمص الشام معايا خلاص اهو داخل على السوا. بعصر الليمون بتاعي عليه، كمية الليمون طبعا اللي انت عايزاها، طبعا كل ما تكتري الليمون بيبقى احسن، عشان هي طبعا اكله يعني مشروب شتوي كده، فاهم حاجه فيه الليمون والكمون زي ما قلنا والثوم والجزر، مفيده جدا. بس كده خلاص يعتبر استوى معانا. فدلوقتي بقى ايه، هنغرفه في الكوبايات. اهو الحمص بعد ما صبيته في الكوبايات بالطريقه دي اهو، جميل جدا خالص وريحته حلوه قوي، وطبعا قلنا مفيد جدا وبيدفي خالص في الشتاء. طبعا زي ما قلنا في الليمون والكمون والحمص والجزر والبصل والثوم، طبعا دي كلها حاجات بتقوي المناعه ومضاد حيويه. فطبعا يعني مفيد جدا في الشتاء ده وبيدفي جدا خالص خالص. طبعا ده حمص الشام اللي عندنا او الحلبسه زي ما احنا بنقول، مشروب مشهور جدا في مصر. فدي الطريقه بتاعتها. فاتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم، ولو عجبتكم الطريقه باذن الله متنسونيش في اللايك. واللي مش مشترك عندي اتمنى حضرتك تشتركي عندي او حضرتك تشتركي عندي. ودي كان حمص الشام بتاعنا النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.